الشبيبة، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة. اليوم غنبدا معكم حلقة من البداية، ما غنهضرش، غنخليكم نتوما تشوفوا معايا هاد لاكارت هادي. هاد لاكارت اللي خرجتها لينا الايب فايتين شامبيونشيب اللي غتكون فري وغتكون في البرازيل. كيف كتشوفوا عندنا ارمان مع موكايف، وعندنا الشاربولات مع ايدسون باربوزا. اللي كنشوفوا انايا ماتش تقدر تكون فيه سابميشن، تقدر تكون فيه، حيت هذا الماتش هذا باش تفهموا هاد الكومبيتيسيون بلوتو ماشي ام ام اي، ماشي سترايكين، ماشي ريستلين. فهمتوا البلان؟ هي شوف، هي جرابلين ولكن سابميشن اونلي، يعني غادي تكون غير بالسوميسيون، يعني خاصك تغيب عشيرك ولا تشدو من الاخر. كيف كتشوفوا هنايا غادي تلعب في ريو دي جينيرو في البرازيل. دونك الا جينا نشوفوا الباك جراوند ديال ارمان والباك جراوند ديال موكايف، غادي نلقاوه ماتش معتدل، وخصوم بجوج كيستاهلوا انهم يلعبوا ضد بعضياتهم في هذه الكومبيتيسيون. باغ كونطخ اللي جاني شويه غيكون شويه في شكل بحال شارا وباربوزا. باك جراوند ديال شارا موايطاي، باك جراوند ديال باربوزا حتى هي موايطاي، مالغري هو برازيلي ولكن كيدير جوجيتسو. دونك الشبيبه، الا جيت نهضر بالضبط على محمد موكايف اللي اللقب ديالو دو بانيشر، هو على باز داغستاني وعنده دابا جوج جنسيات، يعني روسي وجنسية بريطانية. لوتور شبعان بطولات في يوكي. كان كيلعب في الفلاي ويت في اليو اف سي ديجا، خرج هو من اليو اف سي اسباب عديده ومختلفه، خارج لاكاج، رجع سينا مع منظمه اللي كان بدا فيها اللي هي بريف اورغانيزيشن. الريكورد ديالو حاليا 15-0. الا جينا نشوفوا اخر جوج ماتشات ديال مكايف في اليو اف سي باعهم بديسيزيون. واحد كان لعبوا مع مانيل، والثاني كان لعبوا مع اليكس بيريز، كانوا لعبوا في الفلاي ويت. اخر ماتش ليه في بريف اورغانيزيشن راه لعبوا مع جيرار بيرنز، كان ربحوا بالكاو، واحد الليفت هاي كيك في الراوند الثاني. هنا كان خدا الصمطه ديال بريف. اللهم بارك. مكايف كيبان لي اتليت، زعما كيبان لي اتليت متكامل تبارك الله، معروف بالرابيديتي ديالو. تيك داونز، فرونت هيد لوك، سينجل ليج تيك داون ديالو واعره حتى هي. دابا غادي ندوزو الارمان. ارمان هو ارميني الاصل، وتزاد جورجيا، كان بدا في اليو اف سي في 2019. اول ماتش ديالو كان مع اسلام، سالب الديسيزيون، ولكن راه فريمون كان ماتش واعر الصراحه. ارمان كان بين باللي كان يوقف قدام اسلام. كان عاوتاني غادي تلعب الريماتش ديالهم، الماتش ديالو هو اسلام كان غادي تعاود تلعب في 2025، تانولا. اللي جينا نشوفوا الريكورد ديال ارمان عنده 23 رباح، ثلاثه الخسارات. اخر جوج ماتشات ديالو في اليو اف سي كان واحد تلعب مع اوليفيرا 2024، ربح بالديسيزيون، وواحد مع دان هوكر في 2025 كان ربح بالسابميشن في الراوند الثاني. مع الاسف ما بقيناش كنشوفوا ارمان لاعب في اليو اف سي من نهار كانسلا الفايت مع شيمايف، مع مخاشيف عفوا. دانا وايت خرج ليه الصفرة ديك الساعة، والمشاكل ديال الديسيبلين، نهار كان ضرب واحد الفان قدام كل شيء تما، كان فريمون كان خربقة، حيت التعامل الخايب ديالو ما كيكونتروليش راسو، وداك الكونترول ما كتكونتروليش راسك راه هو اللي داير ليه هاد المشاكل هادشي الصراحه ما كانش حبس ارمان على انه يحبس داكشي اللي كان باغي، ولا داكشي اللي كيبغي. لعب في المنظمه اي سي بي جي جي، لعب فيها جوج ماتشات كان ربحهم بجوج بسابميشن. فايت ليه لعب نيت مع شارابولات، هما كانوا لعبوا تقريبا في نفس الهيت، يعني اونلي سابميشن. وصراحه كان ارمان دومينا ديال بصح في هذا الماتش هذا. كان ارمان زعما دار دي تيك داونز ودار كلشي، ولكن حتى واحد فيهم ما تشد الاخر بسابميشن. سكيل فيه خرجوا بالدراو، يعني خرجوا تعادل بجوج، ولكن كيف قلت لكم ارمان فريمون كان دار فول كونترول في الماتش. اخر ماتش كان لعب ارمان مع سميتو، مع داك اليوتيوبر جورجيو بولاس اللي هو هذا. صراحة كان ماتش شوية حامض، حيت فريمون داك بولاس شوية باسل. الا جينا نشوفو كان كيدير واحد لي سناب، ما كانش كي سنابي بيديه بطريقة اللي هي حضارية ولا بطريقة اللي هي رياضية. كان كيحاول انه يقيسو في عينو، كان كيحاول انه بحال كيضرب بيديه،
وصراحة أرمان إلا جينا نشوفو كان كيكونترولي راسو بالرجولة في هاد الماتش، حيت هو على باز إلا شفتو غير الماتش ديالو مع مهدي بيضولايف في اي سي بي جي جي، فاش داك الدراري اللي ربحو بسابميشن، راه كان الاخر غير بالغلط ضربو بالكود، وماشي بالغلط، الاخر تا هو تعصب ضربو بالكود. ناض ارمان تا هو بدون شعور رد ليه ركبه، يعني رد ليه ني الكرش ديالو. هي فاش رد ليه مهدي بيض الله دفعو بتيب كيك الكرشو تا هو. هنايا صراحة ارمان كان كونترولا راسو، علاش؟ حيت بغا يسيكوري الرباح، بغا يسيكوري العاقه هي الاولى، كنربحوا ب5-3. ولكن راه في الاخر فاش تعصب عليه، فاش صافي ان فوا سيفلا سالا الماتش، هذه هي اللقطه اللي دار ليه ما عطلوش. صراحه اي واحد كان يدير بحال ارمان، حيت فريمون الاخر فاش شاف راسو خاسر. انت تحديتي واحد الانسان، شتي راسك خاسر، صافي بديتي كتدخل، كيخلينا بالدارجه ديالنا الدغنيج، حيت ما بقى عندك ما دير، خصك دير شي حوايج باش تعصب الخصم ديالك وتخليه يدير الاخطاء. ولكن الصراحه ارمان هنايا كان سمارت. صراحه انا كيبان لي هذا الماتش بين موكايف وارمان غيكون ماتش زوين صراحه، حيت بجوجهم عندهم باك جراوند ديال الجرابلين والريسلين. فريمون غادي يكون ماتش زوين. نتمناو يخرج شي واحد دير سابميشن، ما يخرجش زعما دراو. حيت كيلا شفتو تا ارمان فاش كنلعب مع شارب ولاد، كان طرا نفس المشكل فاش خرجوا بالدراو. ارمان بحال ما عجبوش الحال، حيت واخا هكاك بنادم راه كيدير ايفور باش يدير تيك داون، باش كدا باش كدا، باش يحاول يدوميني، باش يشوف كيفاش يدير السابميشن ديالو. ولكن ان شاء الله غيكون ماتش زوين باذن الله. دابا غادي نحاولوا ندوزو الشبيبه اننا نهضروا على الباك جراوند ديال شارا وديال ادسون باربوزا. السميه الحقيقيه ديال شارا الدراري راه سميتو شارابودين ماغوميدوف، حتى هو زايد في مخاشكالله، حتى هو داغستاني على باز. غير هو ملي كنقولوا داغستاني راه ماشي بحال الداغستانيين كاملين، يعني سترايكر، ولكن كيبقى داغستاني. دونك عنده المصارعه حتى هو عنده المصارعه في الدم، ولكن ليفل متواضع. اليو اف سي ريكورد ديالو حتى هو عنده 16 رباح وعنده خساره وحده. كان خسر الماتش ديالو كونتر مايكل، كانوا لعبوا ماتش ديالهم في الرياض في السعوديه، كان خسر بسميتو بالديسيزيون، ولكن وراها كان رجع برباح كونتر مارك اندري بديسيزيون حتى هو. ديجا لعب مع ارمان كيف قلت لكم في ارمينيا، يعني ها مؤخرا، ها فهاد شهر 12 الاخر ديال 2025 كانوا لاعبين كيف قلت لكم اونلي سابميشن. هاد الاي فايتين شامبيونشيب بالرجوله كتعطينا الفرصه اننا نشوفوا بعض لي زاتليت مع بعضياتهم، اللي كتكون انت بارك في الدار بعض المرات كتفرج كتقول ويقدر هذا يلعب مع هذا، يقدر هذا يلعب مع هذا، هما ما داروهاش في ام ام اي. كل واحد والوزن ديالو، كل واحد كاين اللي كيبغي يهبط في الميزان، كاين اللي ما كيبغيش يهبط، كاين اللي كيبغي يطلع، كاين اللي ما كيبغيش يطلع. دونك خاص هاد لورغانيزاسيون تكون واصله لواحد الليفل اللي كبير باش انهم يقدروا يقنعوا هاد اللعابه هادو يطلعوا لذاك الديفيجن، ولا يطلعوا لذوك الاوزان ولا يهبطوهم. اولا كيف عارفين راه اللي مسيني شي كونطرا راه ما يقدرش يتزعزع هنا ولا هنايا، فهمتوا البلان. الا جينا نهضروا على ايدسون باربوزا، كيف قلت لكم هو راه برازيلي، كيبقى واحد من قدماء ديال اليو اف سي صراحه. حتى هو سترايكر واخا برازيلي، باك جراوند ديالو حتى هو موايطاي. كاين فايت ليه لاعب مع خبيب، واكيد راه النتيجه باينه حيت خبيب راه زيرو ديفيت. الريكورد ديالو 24 فيكتوار و14 خساره. كيلعب في اللايت ويت وكيلعب فيهم بجوج صراحه، كنلعب في اللايت ويت وفي فيدر ويت، ولكن مؤخرا كان في اللايت ويت. اخر ثلاثه الماتشات ديال باربوزا كان لعب مع دراكار كلوز، كان خسر بالديسيزيون. وراها لعب مع جالان تورنر، مالغري داكشي كامل الاكسبيريونس ديالو كان خسر قدامه بواحد الكاو في الراوند الاول. دونك كيبقى خصم محترم بالرجوله. وشارع على باز راه كان غيلعب مع ماس فيدال، ما كانش غيلعب مع باربوزا، كان غيلعب مع ماس فيدال. ولكن ماس فيدال انولا سكيل في باربوزا دخل على الخط. شبان لكم في هاد لاكارت؟ حاولوا انكم تبارطاجيو معنا الشبيبه. واش عجبكم بحال هاد الكونتنت هذا؟ نبقاو نديروه مره
نشوفوا لي كارت ديال لي فايت، نهضروا على لي زيفينمون، على لي زورغانيزاسيون كاملين اللي كاينين في العالم، كيما بغات تكون زعما ديال الام ام اي ديال اي رياضه. وهاد الايف فايتين صراحه حيت هي اللي كانت خلاتنا نشوفوا شي ماتشات اللي زوينين، واخا كيكونوا غير بالضحك، ولكن كتحاول انك تشوف واحد الاتليت ديالك مفضل مع واحد الاتليت ديالك حتى هو مفضل لاعبين مع بعضياتهم، وكيبقى داكشي واخا كيبقى بالرجوله ما فيش. حيت هاد الايب هادو هما اللي كانوا داروا لينا الماتش ديال ارمان مع شيمايف فاش كانوا لعبوا المصارعه، اللي هو هاد الماتش هذا الدراري كيف كتشوفوا. دونك هذا ما كنتمناو. حيت انا صراحه الماتش اللي غيغريني اكثر هو ديال ارمان وموكايف، حيت فريمون بجوجهم باك جراوند ديالهم كيف قلت لكم زوينه في الجرابلين، وكنتمناو تكون فيها شي سابميشن، حيت الا ما كانتش فيها سابميشن غيخرج عاوتاني بضرا، وحنا ما بغيناش يخرج بضرا. دونك لا جونيس كنتمنى نكون عطيتكم لي ديتاي ديال هاد لا كارت هادي. خليو لينا في الكومنت اش بان لكم في هاد الجوج ماتشات بين شارا وباربوزا وارمان وموكاييف. تتقولوا لنا في الكومنت في نظركم شكون اللي غيربح. وصلا فامي، تشوفوا في الحلقه الجايه ان شاء الله.